السلام عليكم. عمرك وقفت فجأة وسألت نفسك أنا هنا ليه؟ هو أنا عايز ده؟ هو أنا المفروض أكون هنا؟ ناس كتير بتفوق متأخر وبتكتشف إنها كانت عايشة حلم أهلها مش حلمها هي. وهنا بيكون أصعب حاجة مش إنك تفشل، الأصعب إنك تنجح في حاجة ما كنتش عايزها من الأساس. أنا حاتم راضي، استشاري نفسي، والنهاردة حابب أتكلم معاكم في نقطة مهمة جدا. ناس كتيرة بتمر بيها وخصوصا بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، بس قليلين قوي اللي بيعترفوا بيها. تخيل تصحى كل يوم الصبح تروح مكان مش حابه وتستمر على كده لسنين. عارفين ده ممكن يأثر علينا وعلى أولادنا وعلى صحتهم النفسية وعلى صحتنا احنا كمان النفسية ازاي؟ ناس كتير وخصوصا وأولاد كتير بعد انتهاء الثانوية العامة وفكرهم إن الحياة المفروض إن هي تبدأ ويكون كارير ويروح ورا شغفه عشان يعيشوا، وهم بيعيشوا حياة مش حياتهم، بيعيشوا قرارات اتخذت عنهم مش بيهم. واللي بيبدأ بغصب في التعليم بيستمر بغصب في الشغل وفي الحياة، وبيبقى دايما حاسس إن هو تايه. مثلا شاب متفوق في الثانوية العامة، جاب مجموع، دخل كلية مش عشان هو عايزها بس عشان أهله عايزينه يطلع كده، اتخرج واشتغل ونجح. بس كل مرة كان بينجز حاجة كان بيحس بفراغ غير عادي، لأنه بيعيش حلم مش حلمه. وكل مرة كان بيجلد ذاته عشان هو ليه مش مبسوط. والمشكلة مش فيه، المشكلة في المسار اللي اتفرض عليه مش اللي هو اختاره. ودلوقتي بعد انتهاء الثانوية العامة في مصر كلنا لازم نسأل نفسنا، هل نسيب ولادنا يختاروا ولا نحط في رقبتهم أحلامنا المؤجلة ونقول احنا عايزين مصلحتهم؟ أنا عايز أقول إن حرية الاختيار مش رفاهية، دي تربية ونصيحة. ادوا ولادكم الفرصة يختاروا، يعيشوا حلمهم مش حلمكم، علشان يبقى ليكوا إيد في تكوين جيل يقدر يقرر ويختار. لأن الشخص اللي مش بيختار وهو صغير بيدور على حد يختار له وهو كبير. جيل يقدر يصنع مستقبل، مش جيل كلمة توديه وكلمة تجيبه. جيل يقدر يشوف بعينه مش بعين غيره. جيل يقدر يقول لأ، ما يكونش جيل محكوم سجين وعايش حلم متخدر. جيل يقدر يختار شغفه، ما يمشيش ورا آراء الآخرين ويبقى عامل زي العرايس الخشب على المسرح. جيل يقدر يشوف هو رايح فين علشان ملامحه تبان عليه وما تبانش بهتانة بعد اختياره، يبقى واقف على رجله مش على ظلنا. النصيحة، ادوا ولادكم الفرصة يختاروا وساعدوهم يفهموا الفرق بين الطموح اللي جاي من جواهم هم، مش اللي احنا حاطينه عليهم كعبء علشان يحققوا أحلامنا احنا اللي اتأجلت. ولما يقولوا لأ نقول له اسكت، احنا عارفين مصلحتك. الوعي والفهم هم أول خطوة، والشجاعة بتبدأ لما الإنسان يقول أنا أستاهل أعيش حياتي مش حياة غيري. لو لسه ما بدأتش ابدأ وخلي ولادك يبدأوا. أتمنى إني أكون بشارككم حاجة مفيدة. أرجو لو الفيديو كان مفيد اعملوا شير سبسكرايب والحاجات اللي بتتعمل دي. أتمنى لكم حياة سعيدة وأشوفكم على خير. باي باي.